بقالك قد ايه بتشحت الاهتمام من شخص مش شايفك؟ طيب بقالك قد ايه محروق علشان قرش مش راضي يثبت في ايدك؟ وبقالك قد ايه بتحرق في اعصابك علشان فرصة شغل، وفي الاخر بتروح لواحد بارد ما كانتش فارقة معاه؟ الحقيقة هي ان لهفتك دي هي ريحة خوفك انك ما توصلش، خوفك انك ما تتحبش، خوفك انك تفضل واقف مكانك. والحياة عندها رادار بيشم ريحة الخوف دي من على بعد. النهارده بقى انا مش جاي عشان اطبطب عليك واقول لك هانت، انا جاي اقول انك طول ما انت في حالة عوز هتفضل تاخد حرمان، لانك ببساطة بتخالف قانون فيزيائي ونفسي مرعب، والقانون ده اسمه الجهد المعكوس. النهاردة بقى بالورقة والقلم والعلم هنشرح ميكانيكا الفشل اللي انت عايش فيها دي، وهعلمك ازاي ترجع تبقى سيد على رغباتك تاني مش عبد ليها. وهقولك في الحلقة دي على 4 خطوات لو طبقتهم صح اوعدك انك هتبقى الشخص اللي الناس والفرص هي اللي بتجري وراه. لو لسه عايز تفضل تطارد السراب اقفل الفيديو وروح كمل جري. اما لو جاهز نكسر لعنة الاحتياج وتتحول للمغناطيس اللي الفرص هي اللي بتدور عليه، فركز معايا في كل كلمة في الحلقة دي. جهز قهوتك ورقة وقلم وتعال. الأول علشان تفهم ليه الحاجة بتبعد عنك لازم تفهم المكنة اللي جواك دي شغالة ازاي بالظبط. في قانون في علم النفس اسمه يركز دوتسون. القانون ده بيقول لك ان في شعرة رفيعة جدا بين الحماس وبين الانهيار. بص معايا كده، طول ما التوتر بتاعك متوازن أدائك بيعلى. شوية ضغط بيساوي معاك تركيز، شوية خوف بيساوي معاك حبة حافز. لكن أول ما لهفتك تزيد وتتحول لاحتياج مرضي الكيرف بيقع فجأة. يعني نفس الطاقة اللي كانت المفروض هي اللي ترفعك هي اللي بتكسرك. وده ليه؟ لأنك دخلت في منطقة اسمها فرط الحافز. لما بتكون ميت على الوظيفة دي أو ميت على الشخص ده عقلك ما بيشوفهمش كهدف، بيشوفهم مسألة حياة أو موت. وأول ما الحاجة بتتحول في دماغك لحياة أو موت أنت كده خسرت نص المعركة قبل ما تبدأ أصلا. وهنا بتبدأ الكارثة الكيميائية جوه جسمك. أول ما بتحس بالاحتياج الشديد جسمك بيبتدي يفرز هرمون اسمه هرمون الكورتيزول، وده هرمون الطوارئ. يعني تخيل معايا إن جسمك بيكون فاكر إن في أسد بيجري وراه، مع إن أنت كل اللي قدامك انترفيو شغل أو شخص أو فلوس. جسمك ما بيعرفش يفرق بين خطر حقيقي وخطر متخيل، الاتنين بالنسبة له نجاة أو موت. الكورتيزول ده وظيفته إيه؟ وظيفته إنه بيقلل نشاط الفص الجبهي اللي هو الجزء المسؤول عن المنطق والهدوء والذكاء والكاريزما، وبيشغل مكان الفص الجبهي ده الأميجدالا. طيب الأميجدالا دي بتاعت إيه؟ زي ما قلنا وشرحناها في حلقات قبل كده كتير، هي بتاعت الهروب أو الهجوم. يعني أنت بتكون داخل انترفيو شغل وجسمك بيتعامل كأنك داخل غابة مليانة أسود. ركز معايا بقى، يعني معنى الكلام ده إن في الوقت اللي أنت بتكون محتاج فيه تكون أهدى وأذكى نسخة من نفسك علشان تكسب الفرصة، جسمك كيميائيا بيحولك لكائن بدائي، كائن مرعوب بيحاول ينجب حياته. مشكلتك مش في إنك مش كفء، مشكلتك وأنا آسف يعني إنك بتظهر بأغبى نسخة منك في أهم لحظة. وده التفسير العلمي للي بيحصل لك إمتى؟ لما بتقابل حد بتحبه مثلا بتبدأ تتلعثم في الكلام وتتصرف بغباء. ده كورتيزول في انترفيو شغل، والشغل ده انت محتاجه جدا. بتنسى معلومات مهمة وبتبان مهزوز. كورتيزول. بتاخد قرارات استثمارية غبية بتخسرك كل حاجة. برضه كورتيزول. مش انت اللي بتبوظ الفرصة، انت بس بتكون داخل الفرصة دي بعقل في وضع طوارئ. الخلاصة يا صديقي، الحاجة بتبعد عنك مش علشان حظك وحش، الحاجة بتبعد لأنك بتبعت إشارات توتر وعدم استقرار. بتبان في صوتك، في عينك، في قراراتك. في أي حد قدامك بيحس إن في حاجة غلط، بالظبط كأنك بتضغط بنزين رغبتك وفي نفس الوقت بتدوس على فرامل خوفك. فأنت بتحرق الموتور وأنت لسه واقف مكانك. بس السؤال هنا بقى، هل الموضوع مجرد هرمونات بس ولا في طبقة أعمق من كده؟ لغة خفية مثلا، لغة مخك بيبعتها من غير ما تحس وبتأثر على كل اللي حواليك. تعالى بقى نتعمق أكتر شوية ونخش في عالم موجات الدماغ والسر اللي فيه ناس كتير فاهمها غلط. بعد ما فهمنا الكيمياء اللي بتدمر أدائك دلوقتي لازم نفهم حاجة أخطر. جسمك مش بس مصنع هرمونات، جسمك كمان نظام كهربائي شغال 24 ساعة. عقلك طول الوقت شغال بأنماط مختلفة. ركز معايا بقى، الأنماط دي بنسميها برين ويفز أو موجات الدماغ. مش سحر ومش طاقة كونية، دي طريقة لمخك بيشتغل بيها في كل حالة. والحالة اللي مخك شغال عليها هي اللي بتحدد انت باين قدام الناس ازاي. هل انت فرصة ولا عبء؟ واثق من نفسك ولا محتاج؟ هوضحها لك أكتر. لما بتكون في حالة احتياج أو لهفة مخك بيكون في نمط نشاط عالي ومتوتر. ده بنقربه بالظبط للموجات اللي هي هاي بيتا. والحالة دي بتكون حالة قلق وتوتر، تركيز زيادة عن اللزوم في التفاصيل اللي تخوف. يعني بدل ما بتكون شايف الفرصة كويس انت بتكون مركز بس في انك احتمال تخسر الفرصة. وفي الحالة دي
كاريزمتك بتنطفي، نبرة صوتك بتبان مهزوزة، حركات جسمك، ولينا حلقة مخصوص في حركات الجسم، بس حركات جسمك هنا بتبان دفاعية. ببساطة انت كأنك بتبعت إشارة بتقول أنا مش مرتاح في المكان ده، ومفيش حد بيحب يقرب من حد مش مرتاح. بص معايا على العكس بقى، لما بتوصل لحالة هدوء وتركيز مخك بينتقل لنمط تاني بنقربه للألفا ويفز. الحالة دي بيكون فيها عقلك أهدى، جسمك مسترخي، تركيزك أوسع، وشايف الصورة كاملة. وهنا بقى الفرق الحقيقي، انت مش بتبقى أذكى فجأة، انت بس ما بقتش معطل نفسك. فانت مش بتتحول لمغناطيس، الناس بتوع الطاقة بقى يركزوا معايا، انت مش بتتحول لمغناطيس علشان ذبذباتك سحرية، انت بتتحول لمغناطيس علشان أخيرا بقت نسخة مريحة وواثقة من نفسك. وهنا لازم ناخد بالنا من حتة مهمة جدا، لأن في ناس كتير بتستغل الكلام ده وتحوله لأي هري. ارفع ذبذباتك، ابعت طاقة للكون، والموضوع أصلا مش كده خالص. انت إنسان بيتشاف ويتقري من تصرفاته. لما تكون في حالة هدوء وتركيز جهازك العصبي بيشتغل بكفاءة أعلى، فبتبتدي تشوف فرصة أو فرص ما كنتش شايفها، وبتتصرف بشكل تخلي الناس ترتاح لك. مش لأنك بعت إشارة للكون، بس لأنك بطلت تبعت إشارات خوف للناس. ده بقى سر الجملة اللي بتتقال عمال على بطال، انت مش بتجذب اللي انت عايزه، انت بتجذب اللي انت عليه او اللي انت حاسس بيه. خليني بقى اقول لك الجملة دي بشكل علمي وأدق، انت مش بتجذب بالخيال، انت بتأثر بالتصرفات. لو حالتك هي النقص قراراتك هتطلع ناقصة، فبتجيلك نفس النتيجة. انما لو حالتك هي الثبات تصرفاتك هتخلي الفرص كلها تبان لك، والناس تفتح لك فتبتدي تقرب منك. يعني الموضوع كله على بعضه ملوش علاقة بالطاقة، الموضوع بيكون إشارة سلوكية واضحة. انت بتقول للناس ايه من غير ما تتكلم، لأن الناس مش بتسمعك الأول، الناس بتحس بيك الأول. خد بق قهوة كده وركز بقى في اللي جاي، عشان كل اللي احنا قلناه ده نص الصورة بس، لأن في حاجة أخطر بكتير بتحصل، مش جوه دماغك بقى المرة دي، لكن بينك وبين أي حد قدامك في لحظة ومن غير كلام. جهاز بيشتغل لوحده بيخلي اللي قدامك لا إما يرتاح لك لا إما يهرب منك. الناس اللي بتحب من طرف واحد بقى ركزوا معايا، الموضوع مش بس هرمونات وكهرباء جوه المخ، الموضوع إن جسمك كله بقى عبارة عن راديو بشري بيطلع إشارات للناس اللي حواليك طول الوقت من غير ما تتكلم ومن غير ما تشرح. اللي قدامك بيحس بيك. في حاجة عبقرية في مخنا اسمها الخلايا المرئتية. الخلايا دي وظيفتها إنها تعكس مشاعر الشخص اللي قدامك، بتعكسها جوه دماغك عشان تفهمه بسرعة وتتواصل معاه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو اللي قدامك متوتر أنت بتحس بالتوتر بتاعه حتى لو هو ساكت، وده السبب اللي بيخليك ممكن تقعد مع حد وبعد دقيقتين تحس إن أنت اتقفلت وعايز تمشي. فلما بتقعد مع شخص يائس أو محتاج بزيادة، عنده عوز، الخلايا المرئتية عندك بتلقط ده فورا، نبرة صوته، طريقة كلامه، حركاته، النظرة اللي فيها خوف. عقلك بيترجم كل ده في لحظة لرسالة واحدة بس، في حاجة غلط في الشخص ده، خليني بعيد عنه أحسن. مش لأن الشخص ده وحش، لكن لأن الإحساس اللي طالع منه مش مريح. ده بالظبط اللي بيحصل لما بتفضل تجري ورا حد، انت بتكون شايف وحاسس ان انت كده بتعبر له عن اهتمامك، بس هو بقى حاسس حاجة تانية خالص، حاسس انك بتشده مش بتقربه، فبيحس بخنقة، بضيق، وبيقرر انه يبعد. وده برضه مش لانه هو وحش او شرير او بيستمتع بوجعك مثلا، لكن ده لان جهازه العصبي بيقول له اهرب. انت هنا مش بتخسر الشخص ده علشان انت مش كفاية، لا، انت بتخسر الشخص ده علشان انت زيادة، بس زيادة غلط. ولو فاكر ان الكلام ده بيحصل في العلاقات بس تبقى غلطان. في حاجة درست في جامعة هارفارد اسمها عقلية الندرة. الفكرة ببساطة من عقلية الندرة دي، أول ما بتحس إنك محتاج حاجة بشدة، فلوس، علاقات، شغل، أي حاجة، مخك أوتوماتيك بيخش في وضع أو في حالة اسمها منتال بندويز تاكس، يعني الاحتياج. ركز معايا بالله عليك في النقطة دي، الاحتياج بيسحب من تركيزك ومن قدرتك على التفكير، كأن بالظبط مخك بقى شغال بنص قوته والنص التاني محجوز للقلق، بيسحب من باقة ذكاء مخك. تخيل معايا ان احتياجك ده بينزل معدل الاي كيو بتاعك او ذكائك حوالي 13 نقطة. انت حرفيا بتبقى اغبى نسخة من نفسك وانت محتاج. انا عدت تاني الجملة دي لأهميتها، فحضرتك مش منحوس، انت بس بتفكر بعقل مخطوف من تأثير الاحتياج، وبتفضل تفكر بقى يا ترى هيحصل ولا لا، هيمشي ولا يفضل، هكسب ولا هخسر. دلوقتي انت اكيد بتسألني يا تيتو يعني بطل اسعى، اموت رغبتي عشان الحاجه تجيلي؟ لا طبعا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع انك تبطل تسعى بطريقه تدمرك. السر كله في الفرق الجوهري بين كلمتين احنا للاسف بنخلط بينهم، النيه واللهفه. النيه هي انك تحدد واجهتك. تخيل معايا كده زي واحد راكب مركب
ماسك الدفة بهدوء، عارف هو رايح فين، بيتحرك، بيعدل اتجاهه بس من غير حالة هلع. هو عايز يوصل بس مش خايف من الطريق. ده سعي شريف ومستقر ومحترم. أما اللهفة بقى فهي إنك تقعد تهز في المركب وتصرخ يا رب نوصل، يا رب المركب ما تغرقش، فاكر إن الصوت العالي هو اللي هيقربك من الشط. وهز المركب والتوتر ده هيوصلك أسرع، بالعكس ده اللي بيغرقك في نص الطريق. في علم النفس في مصطلح مهم جدا اسمه مركز السيطرة. مين ماسك الريموت بتاع حياتك؟ أنت ولا الحاجة اللي أنت عايزها؟ لما بتربط سعادتك وكيانك بحاجة بره نفسك، أنت كده يا معلم سلمت الريموت بإيدك. بقيت مستني رسالة أو فرصة أو رقم في البنك علشان تحس إنك تمام. وأول ما الحاجة دي سواء بقى كانت شغل أو شخص تحس إنها بتمتلكك وإنك محتاجها علشان تعيش، هيبتك وقيمتك بتموت في نظرها تلقائيا. أنت بتفقد قوتك لأنك بقيت رد فعل مش فعل. بتتحرك على حسابها، بتفكر فيها، بتتغير علشانها، فبتفقد الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تجذبها، ثباتك. وخد الصدمة دي بقى، في قانون اسمه التكيف الهيدوني. القانون ده بيقول إن الحاجة اللي أنت ميت عليها دلوقتي ومستعد تحرق أعصابك علشانها وتكسر الدنيا علشانها، مخك هيتعود عليها وهتبقى عادية أسرع مما تتخيل. يعني أنت حاليا بتدمر أعصابك وتستنزف طاقتك علشان حاجة تأثيرها في مخك تأثير مؤقت. فكر فيها كده، كام حاجة عدت عليك كنت شايفها حلم حياتك وبعد ما جات لك بقت طبيعية؟ أهو دي دماغك مش الحاجة. علشان كده السعي الحقيقي مش إنك تجري ورا النتيجة، لكن لإنك تشتغل من غير ما تبيع نفسك للنتيجة. تطلب الحاجة وإنت مش مرعوب إنها تضيع، تسعى وإنت شايف نفسك كامل مش ناقص حتى لو ما جاتش. أول ما توصل للحالة دي، عايز بس مش محتاج، هنا بيحصل التحول الحقيقي. بتبدأ هيبتك ترجع، كلامك بيهدى، قراراتك بتتظبط. والمفارقة الغريبة هنا بقى إنك أول ما بتبطل تجري ورا حاجة هي بتبطل تهرب منك. تاني هقولها، مش سحر ولا طاقة. لما اللي اتفرج على الحلقة بتاعت الاستحقاق ساعة لما اتكلمت عن قانون الفراغ هيفهم قصدي. الهدف نفسه بيبطل يهرب منك وبيبتدي يقرب لك علشان يملى الفراغ اللي انت عملته باستغنائك. طيب دلوقتي احنا فهمنا اللعبة كلها وعرفنا ليه لما بنجري ورا حاجة بتهرب مننا. ازاي بقى نقلب النتائج لصالحنا ونخلي المغناطيس يشتغل صح؟ في اول الفيديو كنت قلت لك ان هديك 4 خطوات لو طبقتهم صح هتغير حالتك في وقت قياسي. وده مش كلام تحفيزي، دي هتبقى اعادة ضبط لجهازك العصبي. مش هقولك ما تحسش، انا هعلمك ازاي تتحكم في احساسك. وهنسمي الخطوات دي بروتوكول الاستغناء النشط. اول تمرين، الحياد العاطفي. من اللحظة دي لما تيجي تطلب حاجة أو تسعى لهدف، أي حاجة أنت عايزها، قول لنفسك الجملة دي بإحساس: أنا عايز الحاجة دي جدا بس أنا مش محتاجها علشان أكون كامل. الفرق بين عايز ومحتاج هو الفرق بين القوة والشحاتة. درب عقلك إن وجود الحاجة إضافة لمتعتك مش شرط لوجودك. أول ما توصل لنقطة الحياة دي، الراديو البشري بتاعك هيبطل يبعت إشارات خوف ويبدأ يبعت إشارات استحقاق، وساعتها الناس بترتاح لك مش بتخاف منك. تاني تمرين، المايكرو وينز، الانتصارات الصغيرة. طول ما انت بتطارد انت حاسس ان حياتك كلها واقفة على حاجة واحدة وبتكون فاقد السيطرة، وده بيكون أصعب إحساس ممكن تعيش بيه. لازم ترجع الهيبة لنفسك قدام نفسك، مش بس بالكلام، بالفعل. ودي أهمية الانتصارات الصغيرة. ابتدي من النهاردة، امشي 20 دقيقة، اقرا 5 صفحات من أي كتاب أو من مجال انت عايز تتعلمه. خلص حاجة كنت مأجلها مش علشان الحاجة دي مهمة، لكن بالحاجات الصغيرة اللي انت هتعملها دي هترجع تحس تاني انك بتتحكم. كل مرة بتخلص مهمة مخك هيفرز دوبامين بس بشكل صحي. مش مستني رسالة من حد، مش مستني فلوس تجيلك، مش مستني حد يختارك، انت اللي بتختاره وبتكسب بنفسك. التمرين ده مهم جدا لانه بيخلق حالة انك بتكون شبعان نفسيا. انت هنا بتبني درع بيخليك تقف قدام اي هدف وانت شبعان مش جعان. تالت تمرين، تحدي ال 24 ساعة، الانفصال النشط. دلوقتي بقى يا معلم انا هطلب منك طلب صعب ومجنون شوية بس تأثيره مرعب. اختار حاجة شاغلة بالك جدا ومضايقاك وخانقاك وابعد عنها تماما لمدة 24 ساعة. بطل تراقب السيناريوهات اللي بتحصل في دماغك، بطل كل شوية تشيك على الموبايل عشان الحاجة دي، بطل تسأل هي حصلت ولا لأ. يعني مارس حالة من اللامبالاة المقصودة. كل ما عقلك أو تفكيرك يحاول يرجع لها اقطعه، ارجع لنفسك، لحياتك، ليومك. عارف ايه اللي بيحصل هنا؟ انت بتفصل الدائرة العصبية اللي كانت مربوطة بالهوس ده وبترجع تاني لنقطة الصفر اللي منها هتقدر تتحرك بوعي. لما بتعمل انفصال نشط طاقتك المكبوتة دي بتتحرر، وفي أوقات كتير، وأنا مش ببيع لك وهم، ممكن تلاقي إن الحاجة دي ابتدت تتحرك لك
علشان انت بطلت تخنقها وبطلت تخنق نفسك. رابع تمرين، اعاده توجيه الطاقه، ودي اهم خطوه اغلب الناس بتغلط فيها. انت مش المفروض تبطل رغبه، انت المفروض تغير اتجاهها. بدل ما طاقتك كلها رايحه لشخص او فلوس او فرصه، حول جزء منها لنفسك. اتعلم مهاره، حسن شكلك، اشتغل على جسمك، طور نفسك. يعني خلي حياتك هي الحاجه اللي انت بتطاردها. ساعتها لو الحاجه التانيه ما جاتش هتبقى انت اللي كسبت برضه، ولو جت هتجيلك وانت في وضع قوه مش احتياج. المغناطيس ما بيجريش ورا الحديد، المغناطيس بيفضل مكانه ثابت وقوي، والحديد دايما هو اللي بيندفع له. ارجع لمكانك واسترد قوتك وبطل تشحت من الدنيا. بص لي كويس، لو وصلت لحد هنا فانت اكيد تعبت من كتر الجري ورا حاجه بتهرب منك. والحقيقه ان ولا الناس ولا الفلوس ولا النجاح هم اللي بعيد عنك، انت اللي كنت بعيد عن نفسك. طول ما انت شايف انك ناقص هتفضل تجري ورا الحاجه وهتفضل تخسر، مش لانك وحش لكن لانك واقف في المكان الغلط. المكان الصح مش انك تجري اسرع، لكن انك تقف صح، تشيل فكره انك ميت من غير الحاجه دي، وترجع تبص لنفسك وتقول انا كفايه حتى قبل ما اوصل. واول ما توصل للنقطه دي بوعدك هتتفاجئ ان حاجات كتير كانت بتهرب منك ابتدت تبص عليك وتقرب لك. استرد روحك واسترد هيبتك وخليك انت المغناطيس. انا تيتو، ودي كانت رحله وعي.